يلا بينا بقى نعمله كده من غير اي اضافات خالص، من غير ولا نحط له لون ولا عسل اسود ولا نحط له اي حاجة نهائيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وعلى خير، ويجعل ايامكم وحياتكم ان شاء الله كلها خير وسعاده باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض شويه خروب كده، وهقولك على شويه تريكات المحلات هي اللي بتعملها مش احنا اللي بنعملها. حطينا كوبايه من الخروب زي ما انتم شايفين كده، هننزل عليها بحوالي كوبايه الا ربع من السكر، ومش هنكتر السكر لان هو الخروب اصلا بيبقى محلي، بيبقى فيه طعم الحلاوة كده، لان طبعا احنا ساعات بنجيبه قرون وبناكلوه كده. تمام تمام. حطينا بقى السكر على الخروب مع التقليب المستمر. النار بتاعتك بتبقى متوسطة. هنا احنا هنعمل خروب طبيعي خالص. هتقولي لي لون الخروب بتاعنا غير لون الخروب بتاع المحلات، لان المحلات لو طبعا السكر غالي هيحلوه بالعسل، او يعملوا ايه، يحطوا له لون او يحطوا له طعم خروب، او يحطوا شوية موارد. كل واحد طبعا على حسب ما بيستخدم او بيعمل. هما لو بيحلوه بالعسل فانت بتحسي لونه غامق، انما احنا هنا ولا هنحط عسل ولا هنحط اي حاجة خالص. احنا هنعمل خروب طبيعي 100%. هنفضل نقلب كده. وهقولك برضو على سر اللون بتاعه، اللي هو يبقى معاكي غامق شوية. اهم حاجة التقليب المستمر زي ما انت شايفة كده للخروب والسكر مع بعض. اوعي ايدك تفلت، او اوعي تسيبيه وتقولي اروح اقعد شوية كده وارجع تاني. طبعا السكر هيتحرق منك، وهيبقى طعم الخروف فيه مرارة جامدة جدا. هنا بقى كده عايزه اقولك على حاجه، ان في ناس بتحب تعمله زي ما انتوا شايفين كده. بصوا لما حبيبات السكر تمسك في الخروب، يقوموا مطفين عليه وحاطينه على ورقه زبده ويسيبوه لما يبرد ويعبوه في البرطمان. يعني بيسهلوا على نفسهم ان هم يستخدموه على طول. انما انا بصراحه بفضل ان انا اعمله اول باول، يعني ما بحبش اشيله، علشان خاطر كمان لو في رطوبه او حاجه ما تبوظش طعمه او ما تغيرش من طعمه. وهنا بقى كده زي ما انتوا شايفين، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. عايزين ان السكر يسيح معانا ويبتدي ان هو ياخد اللون البني كده، اكنك هتعملي كراميل. هو ده اللي هيدي طعم الخروب طعم حلو جدا، وفي نفس الوقت كمان هيديله اللون اللي انتي شفتيه، او اللون الغامق شوية، مش هيبقى فاتح معاكي. تاني حاجة بقى، اول ما هتنزلي بالمية على الخروب بتاعك دوت، هتحسي انه اتحجر وبقى جامد جدا. مع اول تقليبه واول غلوه كل ده هيفك منك، وهيبقى فاكك خالص وسهل جدا. هننزل دلوقتي بالميه، واول ما ننزل بالميه هتلاحظي الموضوع اللي انا قلتهولك، ان الخروب اتجمد جدا معاكي. وهنا بقى كده هديله تقليبه خفيفه، وبصوا جامد ازاي. وهسيبه لمده ربع ساعه، يعني 15 دقيقه، وهنطفي عليه. هنشوفوه طبعا بعد ال 15 دقيقه هتلاقي كل ده، بصي كل الجامد ده فاكك معاكي، وهيبقى معاكي احسن خروب. وهنا بقى كده اللهم بارك، بصوا ادي الخروب بتاعنا، بصوا اللون، بصوا الجمال. خلاص كده احنا هنطفي عليه بالظبط كده، عدى ربع ساعة. وبجد ريحته حلوة جدا جدا، حتى واحنا بنحمره هتحسي كده بريحته الحلوة، وهو طالعة كده ريحة جميلة جدا. هنا بقى كده هتصفي الخروب بتاعك. وكمان هقولك على حاجة، انت كده عملتي لترين من الخروب. لو حد يسألني حطيتي مية قد ايه، هقول حطيت لترين وربع على كوباية خروب كبيرة، وكوباية الا ربع من السكر. وعملنا طبعا خروب. وانتوا عارفين ان العصاير السنة دي هتبقى في المحلات غالية جدا طبعا علشان خاطر أزمة السكر. يبقى انت كده وفرتي وعملتي في البيت حاجة نظيفة لولادك، وهيبقى عندك ان شاء الله هتعملي كل يومين مرة. هنا بقى كده بصوا لترين وكوبايه كمان. يا رب الطريقه والفكره تكون عجبتكم، ما فيهاش اي افتكاسه، ما فيهاش اي حاجه خالص. وقلت لكم على سر المحلات، ان هم لا اما بيحطوا لون، لا اما طعم، لا اما عسل اسود. بس بصوا الطبيعي بيبقى لونه حلو جدا جدا اهو. واقول لكم زي ما بقول لكم كل مره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.